اليوم العرس وطني، عرس تاع ولاد الكاراتيه. دونك كما شفتوا القاعة في أحل الحلي تاعها لاحتضان هذه البطولة الوطنية أكابر في القاعة البيضاوية اللي عندها تاريخ. أول لقب عالمي وهو في هذه القاعة. شعور ميتيجي ولكن فرحة كبيرة. الرياضيين كانوا في أحسن ظروف. التحكيم وجبنا خبراء كذلك مصري الحكم العالمي ورودا كذلك رئيس اللجنة الإفريقية وعضو في اللجنة العالمية للتحكيم. داروا تربص الحكام تاعنا لأن نزيدكم عندنا 25 حاكم غادي يشارك في البطولة الإفريقية اللي غادي تجرى في نيجيريا إن شاء الله. وإن شاء الله نتمنى لهم النجاح. لهذا السبب الاتحادية والأعضاء داروا هذا التربص مع هذا الخبراء، وعلى رأس اللجنة كذلك اللي نشكروه رئيس اللجنة وحي ظاهر. نشكر الحكام اللي راهم واقفين لمدة 3 أيام. نشكر كل العمال خاصة عمال المركب المدير. نشكر كل الطاقم الفني، نشكر كل الطاقم الإداري والتنظيمي كذلك. هنا اليوم غادي نشوفوا إن شاء الله لي فينال تاع لي زاتليت تاعنا تاع ولادنا. إن شاء الله نلموا الشمل لهذه الأسرة الرياضية تاع الكاراتيه. نتمنى النجاح والحظ سعيد اللي يكون في المستوى إن شاء الله، باش إن شاء الله من هنا تنطلق نخبة وطنية اللي تمثل الجزائر في ألعاب البطولة الإفريقية اللي غادي تجرى إن شاء الله في نيجيريا. هذه البطولة فيها تكون حفز وتقويمي اللي يشاركوا في البطولة العالمية إن شاء الله. نشكر وزير الشباب والرياضة على الدعم. نشكر الرئيس تاعنا اللي وفرنا كذلك الدعم اللوجستيكي، لأن لما تشوفوا اليوم اوني لو 7 او موند كومبي اللي عندنا لي كيكرز. سا سي بور اون بريباراسيون، لأن الاتحادية والأعضاء داروا طلب باش بور اورغانيزي لا يوت ليغ اللي عندنا الموافقة من عند الاتحاد العالمي إن شاء الله. دونك تكون زيارة بعد في الأشهر القادمة إن شاء الله، باش 2027 تكون أول يوت ليغ أفريقي في الجزائر إن شاء الله. وربما كذلك الجزائر تحتضن البطولة الإفريقية العام الجاي إن شاء الله. الحمد لله كان لقب أول، وحتى الآن الجزائر ما تحطمش. فرصة كذلك كانت عندي كمدرب في 2012 كان بوعبعوب وليد اللي جاب ميداي دو برونز في بارسي كونتر ان فرونسي. دونك ان شاء الله نتمنى النجاح وتكون القاب اخرى للجزائر. كما قلت لكم قاعة البيضاوية هنايا فيها دي سوفينير، فيها ان شاء الله نتمنى النجاح لكل الرياضيين ونشكركم على الحضور.